تخيل انك قاعد في مسرح، النور بيطفي والستارة بتترفع وفجأة بدون اي مقدمات مش عارف تبطل ضحك. دي المعادلة اللي عملها مسرح مصر في ظل اختفاء المسرح لسنين طويلة. رجعوا تاني أشرف عبد الباقي بأسلوب جديد ومختلف. بس يا ترى ايه حكاية مسرح مصر وازاي بدأ وليه اختفى؟ ويا ترى برضه أشرف عبد الباقي جاب الناس دي كلها منين؟ فده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي. فلو انت أول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو ده، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. اشرف عبد الباقي كان نفسه يرجع المسرح باي طريقه، وكان بيفكر في منتج ينتج له الفكره دي. بس زي ما انتوا عارفين ان وقتها كان المسرح ما كانش عليه اقبال قوي، ده حتى الناس بطلت تروح مسرح، وكان اعتمادهم الاساسي على المسرحيات القديمه زي مدرسه المشاغبين والعيال كبرت الى اخره. فهو فكر ان هو يعمل مسرح من اول وجديد، ويجيب وجوه شابة، وجود مش معروفة أصلا، ويبدأ المشروع ده. وفعلا جازف وبدأ بالفكرة وجاب مجموعة شباب. مجموعة الشباب دي جابهم منين؟ في الأول أشرف عبد الباقي كان عامل برنامج على صدى البلد. البرنامج ده كان بيناقش مواضيع مختلفة بطريقة كوميدي، وفي النص كان بيعمل سكتشات. في السكتشات ديت كان بيجيب الشباب دول يطلعوا معاه، وكان جايبهم من ورش تمثيل ومسرح الجامعات. كان جايب 3 من مسرح الجامعة، واللي هم حامد وإبرام وبشوي، والتلاتة دكاترة. إنما باقي الشباب التانية جابهم من ورش تمثيل تبع المخرجين زي علي ربيع ومحمد أنور وويزو. طب دلوقتي عرفنا هو جاب الناس دي منين، هو ليه نجح. سبب نجاحه وسبب شهرته كان بيعتمد على ظهوره، ان هو ما كانش بيعتمد في الاول على بيع التذاكر والعرض في المسرح. ده كان بيتعرض على ام بي سي مصر، فبالتالي الناس كانت بتشوفه باستمرار زي المسلسل او الفيلم. فده كان سبب رئيسي في شهرته. وفي ظل نجاحه وشهرته جاله انتقادات كتير من النقاد والجمهور ذات نفسه، وده بسبب ان هو كانوا بيتنمروا على الناس شويه. يعني كوميديا تساوي تنمر، ودي كانت يعتبر استراتيجية من ضمن نجاحه. يعني الناس كانت بتموت ضحك بسبب كده. ده حتى عملوا فقرة بسبب النقد ده في كل مسرحية كان لازم يتكلموا فيها. كان برضو بيعتمد بشكل أساسي عن الخروج من النص، ما كانوش بيلتزموا بالنص قوي، بس برضو كانوا بيضحكوا. هو ليه انتهى؟ في الأول أصلا كان تياترو مصر، وكان ضامم ناس كتير، وفي ناس مشت وناس جت والكلام ده كله، وعملوا مسرحيات كتير في تياترو مصر. إنما في النسخة الجديدة بتاعت مسرح مصر ظهرت بشكل أحلى وإنتاج كويس، وبسم الله ما شاء الله الناس اتعرفت، او معظم الناس اتعرفوا وعملوا افلام ومسلسلات زي علي ربيع وويزو، اشهر 2 كانوا فيه. وده لان كل واحد كان متميز في حاجه. يعني مثلا ويزو كان بسبب تخنه، حمدي المرغلي بسبب السنه المكسوره اللي كانت فيه. كل واحد كان بيميز نفسه بحاجه. برضو الناس اللي هي ما نجحتش او كان اعتماد اشرف عبد الباقي عليهم كان في ادوار صغيره زي وائل عوني اللي كان بيطلع يقول انا هعمل ايه. ودي نقطه من اسباب فشله، ان هو اتدفن حرفيا، ما عملش ادوار كتير. حتى الادوار اللي عملها بعد المسرح كانت ادوار صغيره. وابرام وبيشوي وحامد كذلك برضو الثلاثه دولت منسيين بعد المسرح، بس هم عشان انشغلوا بالطب شويه عشان هم الثلاثه دكاتره، فالموضوع التمثيل ما كانش في دماغهم قوي. بس هي دي حكايه مسرح مصر من اولها لاخرها. لو انت وصلت لنهايه الفيديو هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وقول لي برضو في الكومنتات تحت مسرح مصر كان ناجح بالنسبة لك ولا مشروع فاشل. وبس، سلام.